الزمالك بيخسر من الإنتاج الحربي 2-1 علشان يفقد كمان 3 نقط مع محمد حلمي في الدوري. محمد حلمي بيبتدي اللقاء بجنش في حراسة المرمى قدام 4-2-3-1. الونش وشوقي السعيد قلبين دفاع، على يمينهم أسامة إبراهيم وعلى شمالهم أبو الفتوح. قدامهم 2 ارتكاز، إبراهيم صلاح ودونجا. قدامهم 3 بلاي ميكر، محمد إبراهيم على يمينه مصطفى فتحي وعلى شماله ستانلي. تحت مهاجم وحيد باولو. اولا اوكي، شوقي السعيد يلعب وعلي جبر يريح، ما عنديش مشكله. ابو الفتوح ينزل مكان محمد ناصف، ما انت لازم يكون عندك باك شمال كمان بدل علي فتحي اللي بقاله 30 سنه مصاب. اسامه ابراهيم طبعا يكمل باك يمين، بس بدل ما كنت بتلعب 4-3-3 تلعب 4-2-3-1. بعد ما كنت بتلعب بطارق حامد واحمد توفيق ومعروف تروح مطلع ال3 ومنزل لونجا وابراهيم صلاح. طب هل تعي مش تعلم تعي ان ابراهيم صلاح ودونجا نفس الاداء التكتيكي هو الاتنين بيلعبوه؟ هل تعي ان الاتنين ما بيقدموش اي دور هجومي ايا كان هو ايه؟ هل تعي ان محمد ابراهيم اللي المفروض يكون حلقة الوصل ما بين الهجوم والدفاع لسه مش قادر يقف على رجليه وانت بتشيله حمل الفريق كله؟ هل تعي ان ستانلي ما ينفعش يكون باك شمال قصاد ابو الفتوح علشان يدافع معاه، ووينج شمال يستلم الكورة، وراس حربة يدخل على الزاوية القريبة علشان ياخد من ورا باولو؟ طب هل تعي ان حسام باولو لسه داخل الفريق فما ينفعش تبتدي بيه الماتش من اوله؟ طب هل تعي كمان ان مصطفى فتحي لسه راجع من اصابة وما ينفعش تبتدي بيه الماتش؟ هل تعي اي حاجة يا كابتن محمد عن فرقتك؟ هل تعي اي شيء من الكلام ده؟ مع الاسف من اول ما محمد حلمي مسك الفريق من تاني ماتش وواضح قوي ان هو اضعف بكتير من انه يشيل اسم مدير فني نادي الزمالك. مع الاسف في 40 يوم فاتوا، فترة يهد فيها جبال، ما عملش فيها اي حاجة مع الفرقة. اللعيبة نازلة بتخبط في بعض، اللعيبة نازلة مش عارفة هما بيتحركوا فين. مصطفى فتحي بيجري مع نفسه، ستانلي عمال يخبط شمال ويمين ما هواش عارف حتى يستلم الكورة. حتى حسام باولو بيحاول، حسام باولو واضح ان هو مهاجم كويس، بس عيوبه ما تسلموش الكورة تحت رجله لانه مش هيعرف يتصرف فيها. هو بيعرف يلعب من لمسة واحدة، اديله الكورة بيجري مهاجم تيبيكال جوه ال18، عبقري انه ازاي يدخل جول، بس بره ال18 صفر، ما طلعوش من ال18 بالظبط كده. زي عماد متعب كسبنا ولد زهرة فتحت في الماتش اسمه ابو الفتوح، باك شمال هايل. المشكلة الوحيدة ان الولد ده لازم نصبر عليه ونتقل عليه 2 علشان يكبر ويبقى هو ده باك شمال الزمالك ومنتخب مصر. بس مين بقى يستنى ويصبر؟ الفريق اتعدى من محمد حلمي. محمد حلمي قبل الماتش بيقولك انا خايف من استهتار اللعيبة. لا يا كابتن محمد، استهتار اللعيبة وضعف شخصيتهم من حضرتك اللي بقالك 40 يوم معاهم ما حفظتهمش جملة واحدة، ما حفظتهمش طريقة لعب واحدة. 4-3-3 قصاد فريق قوي، 4-2-3-1 لما كنت عاوز بهاجم انزل مهاجمين انزل مدافعين. مش هي دي الكورة، مش هي دي اساسيات الكورة. اي كلام فني في المباراة النهاردة ملوش اي قيمة. حتى تغييرات مركز بمركز ملهاش اي 30 لازمة. مع الاسف محمد حلمي لساني بيعجز انه يصف هو بيفكر في ايه. بس بنشكر استاذ مرتضى منصور انه اخيرا اصر على مدير فني يفهمنا يعني ايه كورة. لك الله يا زمالك، شكرا.